اوريكم بقى البايرتس. دي مركب البايرتس دي متصنعه في اسكندريه تبع شركه. اجمل صدفه ان قابلت مستر مينا هنا في مارينا الغردقه، وما ينفعش نبقى في الغردقه وما نجيش مارينا الغردقه. ومارينا الغردقه دلوقتي عباره زي ما انتم شايفين احنا بالليل الساعه 8:30 او 9، ومارينا الغردقه عباره عن يخوت زي ما انتم شايفين كده. كل دي يخوت ماشي. اللي هناك منوره هناك في الاخر دي البايرتس. وطبعا المطاعم زي ما انتم شايفين كل دي مطاعم على المارينا بطول المارينا كلها. وطبعا المارينا مليانه زي ما انتم شايفين بقى، الناس بتتمشى وطالعين من المطاعم ورايحين مطاعم وبيتجولوا في المكان. مارينا الغردقه من اجمل الاماكن. وكل ده برضو في المنطقه اللي هي منطقه السقاله بره جنب حلقه السمك وجامع المينا الكبير. اهو مش عارف بقى هيبان من هنا ولا لا، ما يبانش من هنا. وطبعا اوريكم طبعا المارينا بالكاميرا الاماميه. ده شكل اليخوت وهي راسيه على المارينا. تمام. وهنطلع قدام دلوقتي برضو وافرجكم. ده طبعا طفطف بيمشي في المارينا زي ما انتم شايفين كده. ممكن تركب بيتأجر بتيكت وتلف في المارينا اهو. طبعا المارينا كلها خروجات وكلها اماكن ممكن تقعد في كافيه او تقعد في مطعم. اغلب الناس دي بتبقى جايه من الفنادق السياحيه، بتيجي تخرج هنا. عباره عن بيطلع معاهم مرشدين او غيره وبيطلعوا يتجولوا. في ناس طبعا اجانب بتبقى يعني حافظه البلد وعارفين البلد وبيجوا لوحدهم هنا وبيتمشوا زي ما انتم شايفين كده. احنا مش عايزين نصور حد بس علشان بقى المناظر زي ما انتم فاهمين، واحنا مش عايزين نصور حد يعني. مدينة الغردقة تعتبر من المدن السياحية، من أجمل المدن السياحية في العالم. وده كلام حقيقي بجد وبشهادة الناس كلها وبشهادة المنظمات العالمية إن مدينة الغردقة من أجمل المدن السياحية في العالم. كل اليخوت دي بتتحرك بالنهار أو أغلبها بتتحرك بالنهار في رحلات بحرية. بتبقى جايه الرحلات دي، بتطلع الرحله دي يوم او يومين او كده. في ناس بتأجر المركب مخصوص وفي ناس بتأجر تبع شركات بيتحركوا من المارينا هنا، بيطلعوا مثلا رحلات بحريه لمده يوم. اوريكم بقى البايرتس. دي مركب البايرتس دي متصنعه في اسكندريه تبع شركه هنا اللي هي شركه سي سكوب على ما اظن يعني. والمركب دي بتنزل البحر بالنهار، وطبعا هي بالليل كده لسه بتشتغل مطعم بالليل. والاجواء زي ما انتم شايفين كده. دي الاجواء في مارينا الغردقه. والمطاعم زي ما انتم شايفين شغاله والناس بتتحرك والاجواء جميله والاجواء الليليه. شايفين ده بقى اللي عايز يتصور بيجي يتصور هنا وبياخد الفيديو بتاعه في المكان ده. اهي دي مركب البايرتس بس الكلمه مقلوبه. بايرتس شغاله مطعم دلوقتي بالليل وبالنهار بتبقى طبعا الرحله بتبقى غدا، وبيبقى في البحر بيعملوا سنوركلينج وبيتجولوا في الجزر بتاعه الغردقه زي اورنج باي مثلا وجزيره الجفتون وغيره يعني. من المراكب المشهوره جدا في الغردقه واقوى مركب شراعيه هي شراعيه زي ما انتم شايفين. بصوا دي المركب بالتفصيل. المكاتب دي لو عايز تحجز هنا، المكاتب دي لو عايز تحجز رحله بحريه او الباراشوت المائي او الالعاب المائيه، الانشطه المائيه كلها ممكن تحجز من هنا. وبتسال هنا عن اي حاجه بتعرف تاجرها وبتاخد ميعاد وبتيجي تاجر اللي انت عايزه. وده فندق طبعا، فندق المارينا اسمه فندق المارينا. الفندق ده كل ده فندق اسمه فندق المارينا اللي هي المباني دي. من الاجانب قاعدين يسمعوا الخطبه من الشيخ المسجد الكبير اهو. الشيخ المسجد الكبير، مسجد المينا الكبير في الغردقه. ودول كلهم اجانب قاعدين يسمعوا الخطبه اهو. كلهم اهو لابسين الزي الاسلامي عليه الصلاه والسلام. اجمل صدفه ان قابلت مستر مينا هنا في مارينا الغردقه. ما شفتوش بقالي سنين. ومستر مينا من الناس المحترمه جدا. اسكندريه وادب اسكندريه واسكندريه ماريه وترابها زعفران. صباح الفل يا عم مينا. صباح الفل يا باشا.